سابق لأوانه أيضا الحديث على أن التنظيم الجيد لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين هي المقدمة لحصول الجزائر على حق تنظيم كأس إفريقيا 2025. ممكن هي حجة إضافية للجنة التنفيذية للكاف وللعالم، حجة إضافية على أن الجزائر قادرة، على أن الجزائر تملك من القدرات البشرية والمادية والبنية التحتية والمرافق الرياضية وغيرها ما يؤهلها لاحتضان أكبر الأحداث الرياضية. أعتقد بأنها حجة تحرج كثيرا المصوتين على من سينظم كأس إفريقيا، خاصة وأنهم يوجدون الآن في الجزائر وشاهدوا بأم أعينهم هذا التحول الذي تشهده الجزائر. أنا ما زلت أصر على أنه البلد المنظم لكأس إفريقيا 2025 صار معروف الآن للأسف الشديد، حتى قبل أن تقدم الملفات وحتى قبل أن تفحص الملفات وحتى قبل التصويت على من سينظم هذا الحدث. أعتقد بأنه تم اختياره من زمان ضمنيا، وسنتعرف عليه رسميا فقط ممكن بين منتصف فبراير إلى منتصف يوليو، لأنه في هذه الفترة يكون فيه 3 اجتماعات لأعضاء اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في الجزائر، ويكون أيضا في رواندا، ويكون في مصر. الاختيار سيكون في واحد من هذا البلدين، رواندا أو مصر. أقصى حد سيكون في منتصف شهر يوليو القادم. مهما كان الحال فإن الجزائر أكدت بأنها جاهزة وتستحق.